يا جماعة ايه الهزار ده؟ الناس اللي لعبت في اعدادات الدوري بعد اذنك رجع الاعدادات زي ما كانت. يعني ايه افتح الاقي المصري الاول والاهلي 13؟ طب لما انت لعبت في كل الاعدادات سبت ليه الزمالك في مكانه؟ ولا هي كوسة يعني؟ ولا هو يعني محبب للمركز التاني يعني؟ ولا انت عايز ايه يعني؟ انتهاء الجولة الخامسة من الدوري المصري، واللي شهدت مفاجآت كبيرة جدا، وكان من ابرزها فوز بيراميدز على الاهلي 2-0 وخسارة الزمالك من وادي دجلة 2-1. كله قال لك الزمالك قادم وراجع وخلاص وهيسيطر الحمد لله طبعا ان هو مرجعش. والحمد لله النهارده ان هو وقف، لان كان هيبقى المسافه ما بيننا كبيره جدا. النهارده لو الزمالك كان كسب كان هيبقى فرق 8 نقط عن النادي الاهلي. طبعا الاهلي ليه لسه ماتش مؤجل اللي هو كان فيه باي، فلو حسبنا ان الاهلي كسب ماتش كان هيبقى 5 نقط برضو. يعني رقم كبير جدا في كرة القدم بالنسبة للأندية الكبيرة اللي بتنافس على الدوري زي الأهلي والزمالك ودخل مؤخرا بيراميدز. لكن أنا الفرق اللي هي التانية مش مقلق منها، يعني كده كده نفسهم مش طويل، سواء المصري سواء مودرن. تصدر المصري ترتيب الدوري العام ب 11 نقطة قبل التوقف الدولي، واللي أعلن فيه كابتن حسام حسن عن القايمة بتاع المنتخب اللي هتلعب مباراتي اثيوبيا وبوركينا فاسو ان شاء الله. وان شاء الله بالتوفيق والصعود لمنتخب مصر، كلنا مع اختيارات كابتن حسام حسن، وان شاء الله يوفقنا ونصعد ان شاء الله لكأس العالم القادم ان شاء الله. النهارده النادي الاهلي اعلن اقالة ريبيرو، وفي الاغلب اللي هيقود الفريق عماد النحاس الفترة الجاية، وكان في كلام ان علي ماهر هيبقى موجود، بس علي ماهر رفض ان هو يكون موجود مؤقتا، وكان عايز يعمل عقد ب2 سنين، ورفض ان هو يشتغل كرجل تاني في النادي الاهلي. وده طبعا من حقه، راجل مدرب كبير وماسك فرقه وبيحقق بيها نتائج. وان شاء الله الاهلي يرجع تاني لطريق الانتصارات ويعدي الكبوه اللي مر بيها. بس انا في حاجه يعني غريبه جدا وملاحظها جدا، يعني اي لعيب بيمشي من النادي الاهلي ما شاء الله ما بيلعبش في النادي الاهلي، بيروح بره بيكسر الدنيا. عمر الساعي في المصري لعب مع النادي المصري كبديل، ولحد دلوقتي مسجل 3 اهداف. يعني عمر الساعي اللي ما كانش بيلعب في الاهلي خالص كان قاعد مسجل 3 اهداف، مسجل اكتر من زيزو وبن شرقي وتريزيجيه كلهم مع بعض يعني. فيعني دي حاجه غريبه جدا، واتمنى ان المدرب اللي هيجي جديد للاهلي، سواء عماد النحاس هيكمل او مدرب جديد هيجي، يهتم بالناحيه الدفاعيه. انا ببص على الاهلي من قدام بحس ان احنا ريال مدريد، برشلونه. ببص من ورا الاقي بني عبيد، يعني اسماء غريبه جدا بقت ورا في الناحيه الدفاعيه، ولازم كلها المنظومه تبقى متكامله سواء دفاعيا وهجوميا. الاهلي دعم جامد جدا في الحته الهجوميه، ولكن في الحته الدفاعيه الاهلي اثر فيها كتير، وكانت من اسباب ان برضو الاهلي اثر كتير رحيل علي معلول. ازاي لعيب زي علي معلول الاداره تفرط فيه وتمشيه من الاهلي؟ علي معلول ولو بيلعب وهو واقف هيبقى احسن 100 مره من اي باك عندنا، سواء في الباك اليمين او الباك الشمال. وحته ان احنا قلنا ان علي معلول سنه كبر، وعلي معلول عشان عدد الاجانب اللي عندنا، لا، الجهابزه اللي طلعوا اتكلموا في الموضوع دول لا يفقهوا شيء في كره القدم. لان انت سيادتك علي معلول ده ما كانش لعيب فقط في النادي الاهلي، ده كان قائد جوه الملعب وبره الملعب. انا كان عندي ان انت تضحي بمحترف من المحترفين الموجودين وتسيب علي معلول، والاقرب طبعا كان اشرف داري اللي هو ما لعبش مع الاهلي اصلا 10 ماتشات على بعضهم، كل ماتش باصابه. مش عارف احنا مستنيين عليه لحد دلوقتي ليه. اتمنى من اداره النادي الاهلي ان هي تسرع في موضوع ان هي تجيب باك شمال على مستوى عالي وتخلص من اشرف داري. وان شاء الله استنونا في اللقاء الجاي، هنتكلم عن منتخب مصر وعن اختيارات كابتن حسام حسن، لان طبعا في شويه اختيارات كده يعني عليهم كلام وعليهم لغط في اختيارات كابتن حسام حسن. وبس في الاول في الاخر طبعا كلنا بنتمنى ان
والتوفيق لمنتخب مصر واللعيبه كلها، سواء اللي تم اختيارها او اللعيبه اللي ان شاء الله هيتم اختيارها بعد كده. وربنا يوفقنا ان شاء الله ونوصل كاس عالم ونعمل اداء مشرف ان شاء الله.